السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساندويتش بطريقة مرة سهلة، يصلح عشاء فطور مرة سهل. ويلا نبدأ. أول شي عندي هنا تجيبون طاوة، أنا حبيت أسويها بقدر الحجر. نزلت على شوية زيت وأنزل البصل والثوم مع بعض وأخليها حتى يتشوح ويصير لونها بني. بعد ما تشوحوا مع بعض أنزل صدور الدجاج طبعا مقطعة وأخليها تتشوح شوي، وبعدها أنزل ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وأضفت كمان عندي هنا ملعقة صغيرة من الصويا المعتدلة، وكمان أخذت هنا كاسة وذوبت ماجي بموية حارة ونزلتها على الدجاج وأحرك مع بعض وأخليها تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة تشوح. طبعا قبل ما أقفل عليه حطيت رشة من الكزبرة ناشفة ورشة من الفلفل الأسود، وتكون كذا جاهزة. قبل ما أطفي أحط موزاريلا وأحركها مع بعض حتى بس تذوب الموزاريلا. تقدرون تحطون جبن كيري، تقدرون تحطون أي جبن عندكم، جبنة كاسات، أي شيء، بس أخليها شويتين لما تذبل. طبعا ما شاء الله ما شاء الله مرة يا ليت بس الريحة توصلكم. شوفوا كيف تمطمط، شيء خطير. حطيت جبن شرايح وتكون كذا أصلا جاهزة، راح تذبل على طول أصلا عشان الدجاج كذا ساخن فعلى طول بتذبل، وتكون كذا جاهزة. حشيت الحشوة بالصامولي مرة خطيرة. طبعا أكيد لا تنسون الطحين السايلة، خطيرة. طبعا نزلت وصفتها قبل كذا وراح أنزل رابط الوصفة في صندوق الوصف، وبالعافية علينا وعليكم.